اهلا بيكم في قناتي توما ترند اليوتيوب. النهارده هنتكلم عن الفيديو اللي مسحته مدام هناء، وهنتكلم عن الفيديو اللي نزلته امبارح اللي كشف حقيقة كذبها، واللي اكد كل كلمة بتقولها مصرية في باريس، ومش بيأكدها لينا احنا الناس اللي بتتكلم في الحق او قنوات النقد اللي بتتكلم في الحق. اتمنى انه يكون اكده لمتابعين الملكة اللي هم يعني لكم أن تتخيلوا أنهم بيخشوا في التعليقات للقنوات المحترمة اللي بتنصر كلمة الحق، ويقولوا لهم إحنا بنحب مدام هناء مهما عملت ومهما قالت. يعني أنتم متخيلين حجم الكارثة؟ إن البني آدم يشجع إنسان على الكذب والتضليل وقصف المحصنات والابتلاء والتبلي على الناس والافتراء على الناس لمجرد إنه بياخد قرشين. ما هي ملهاش معنى تاني. أنا عشان أخالف ضميري يبقى أنا واحدة بتوديني وتجيبني الفلوس، إن أنا أقول على حد بكل الصفات دي أنا بحبه مهما عمل، يبقى هو ماشي بمبدأ معاه اطعم الفم تستحي العين. تمام كده؟ فالفيديو اللي مدام هناء نزلته كان باين فيه ابو العروسه وابو العريس وامه، ورجعت بعد كده مسحته، وده بيأكد ان هم فعلا ما كانوش عايزين يطلعوا معاها في القناه، او هي صورت من غير ما ياخدوا بالهم. ولما شافوا الفيديو بعد كده طلبوا منها ان هي تمسحه، بدليل ان الفيديو ما قعدش كتير ومسحته. وكمان بيدل على الحاجه اللي انا هقولها في النقطه الثانيه. والنقطة التانية اللي أنا عايزة أتكلم فيها، اللي انتوا هتفهموا أنا أقصد بالسبب التاني لمسح الفيديو، إن مدام هناء في الفيديو اللي نزلته امبارح في الدقيقة 1:23 صديقة العروسة بتسألها العريس اسمه ايه، قالت لها جان بول. وأكدت البنت تاني وقالت لها اسمه ايه، قالت لها اسمه جان بول. وراحت ياسمين مكلمة مامتها وشاورت لها وقالت لها قصي الحتة دي في المونتاج، وأكدت عليها الجملة مرتين أو 3. يا ترى ليه؟ واسألوا نفسكم يا متابعين الملكة، ليه البنت هتقول قصي الحتة دي في المونتاج؟ ده إن دل على شيء يدل على إن هم كذبوا على المتابعين. ولما طلعت مدام إيمان وقالت اسم مامادو، وهم كذبوا مدام ايمان وقالوا ان اسمه محمد، مدام ايمان كان عندها حق، وده ليكوا انتوا الكلام ده. احنا ما كناش مستنيين ان احنا نتاكد من كلام مدام ايمان هو صح ولا غلط. وطالما هو اسمه جان بول يبقى هو مش مسلم، هو على ديانه تانية غير الاسلام، يبقى هو مسيحي. فلو ده فعلا اكيد ان هو مسيحي، يبقى انت بنتك مش مسلمه، يبقى انت بنتك تابعة او بالتبعية لديانة ابوها اللي هي الديانة الدزرية او الدرزية. يعني انا اسفة في النطق لو انا غلطانة صححولي. هتدخل ناس في التعليقات وتقول لا الديانة دي او هو كده او هي كده مسلمة. لا، ادخلوا اعملوا سيرش واقروا واعرفوا الاول الديانة دي ايه طقوسهم وايه عاداتهم. دول مش بيصلوا غير بعد سن 40. عارفين يعني ايه انهم مش بيصلوا غير بعد سن 40؟ بيختاروا ايام معينة من رمضان بيصوموها على كيفهم، مقتنعين ان القرآن محرف. يعني هم مقتنعين ان القرآن محرف، فقبل ما تنطقوا وتتكلموا وتقولوا ان دول مسلمين، لا، خشوا اقروا واعرفوا وافهموا الناس دول ايه طقوسهم وايه عاداتهم وايه معتقداتهم، وبعدين اتكلموا. فما ينفعش حضرتك يا مدام تطلعي وتقولي اصل بنتي قبل ما تعمل ميك اب دخلت اتوضت وقالت لي يا ماما هعمل ركعتين. يعني ايه هتعمل ركعتين حضرتك؟ هي داخله تطبخ؟ داخله تسلق بيضتين؟ داخله تحمر حبه بطاطس؟ اسمها هعمل ركعتين؟ وبناتي متدينين وبناتي بيصوموا رمضان وبنتي بتصوم بال24 ساعة وما كانتش راضية تكلم خطيبها في رمضان. كل ده كذب في كذب. الناس اللي هتقول لأ وهتكذب يبقى انتوا أفاقين، وانتوا بتجروا ورا الكذب بالمشوار، ويبقى انتوا كده يعني بصراحة مش عارفة اقول لكم ايه. طلعتي حضرتك وصفتي وقلتي اهله متدينين واهله ملتزمين واهله كل اللي كانوا في الفرح تبع العريس كلهم متبرجين.
كلهم، ما كانش فيه غير واحده ست كبيره لابسه بونيه وراميه عليه طرحه كده، والله اعلم دي مين، ام العريس ولا دي مين، ولكن كلهم متبرجين وكلهم لابسين فساتين عريانه بما فيهم بنت حضرتك لانها مش مسلمه. عشان كده حضرتك بتخبي معلومات عن العريس وحضرتك بتكدبي على المتابعين. بس انتي لما سبتي الدقيقه دي ولما سبتي اللقطه دي انتي قاصده انك تسيبيها لسبب في نفس ابن يعقوب. حضرتك لو الجمله اللي قالتها بنتك كانت في نص الفيديو هنقول ممكن تاهت منك في المونتاج، زيك زي اي حد. كل اللي عنده قنوات عارف انه ممكن وهو في المونتاج حته تضيع منه كده، حته يسهو انه يشيلها في المونتاج او يظبطها في المونتاج. لكن لما تبقى اول دقيقه في الفيديو، يعني انت اول ما بتفتحي الفيديو عشان تمنتجيه انت بتشوفيها، فمعنى ان حضرتك تسيبيها يعني انت قاصده لهدف في نفسك انت، ان انت تثيري الجدل اكتر، تطلعي ترند اكتر زي ما طلعتي وقلتي انا بقيت ترند اليومين دول، وكنت ترند ايام وفاة مدام اثار، وكنت ترند ايام صورة الواقعة وفضل صورة الواقعة، وكنت ترند، وقعدتي تعدي انت كنت ترند امتى. فانت حضرتك سايباها عشان تثيري الجدل وعلشان تطلعي ترند زي ما قلتي، بس تطلعي ترند على حساب، انا اسفه، خداع المتابعين والكذب على المتابعين وتضليل المتابعين واتباعك بيقولوا وراكي امين. يبقى انت كده انسانه مش كويسه، انت انسانه محتاجه تتعالجي لان انت انسانه مريضه. تاني حاجة أو تالت حاجة عايزة أتكلم فيها ظهور الأستاذ أنيس معاكي وتلقيحك على أستاذ رضا بالكلام. عايزة أوضح لك بس نقطة صغيرة. يمكن الراجل ده لو جه حضر الفرح وهو صديق لأستاذ رضا طليقك، فهو جه حضر الفرح يمكن عشان انتي بنت بلده، عشان هو حب يعمل واجب، لكن مش عشان انه يضايق أستاذ رضا أو يغيظ أستاذ رضا. أستاذ رضا راجل محترم جدا، ولو ما كانش راجل محترم كان طلع واستغل فرح بنتك وطلع على فرح بنتك فيديو و2 و3، وما كانش حد هيقدر يلومه، لأن انتي لحد النهاردة انتي واخوكي بتلقحوا عليه بالكلام. فدي حقيقة ديانة العروسة وحقيقة ديانة العريس جان بول. وأي حد هيدخل في التعليقات هيقول أي كلمة ملهاش لازمة هيتعمل له ميوت فورا، لأن انتوا كده ده اسمه رياء وكذب. فارحمي نفسك وراجعي نفسك. الترند مش هينفعك واليوتيوب مش هينفعك. زي ما قلتلك في الفيديو اللي فات، اليوتيوب ده عالم افتراضي ممكن تقومي في ثانية ما تلاقيهوش موجود. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناه، وبالله عليكم الفيديو مهم جدا، اللايك مهم جدا لانه بيرفع الفيديو، بيخليه يتشاف وبيرفع من مستوى القناه. واستنوني في فيديو جديد مع توما ترند اليوتيوب.